السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اتأخرت شوية على ما نزلت الفيديو ده، بس كان حصل مواقف عندي كده هحكيها لكم في وسط الفيديو. بس بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتعليقات الجميلة بتاعكم اللي بتديني حماس وطاقة ونشاط واستمرارية بصراحة. دعم جامد ليا. محتاجاه يعني تعليقاتكم دي دعم انا بحتاجه بصراحة في يومي، في مشاويري، في حاجتي. كل ما الاقي تعليق جميل والله العظيم وانا بعدي بموقف وحش بيبقى بالنسبة لي التعليق ده يعني زي وردة كده بتهدوها ليا، فتسلموا لي كتير. هنا قلت اعمل السفرة. بصوا انا بنضف تنظيفة عميقة يعتبر جوه وبره وكله قبل دخلة الشتاء. كل سنة وانتم طيبين بقى. مش هنعرف نشتغل براحتنا من السقعة والتكتيفة، فببقى بحب أجهز نفسي قبل الشتاء. فهنا عملت اهو، كان ده غسيل غسلينه ونشرينه كده، فبنتي لمته وسابته كده، فباخده ادخله جوه. انا اليومين دول رحت، كان ناقص ورق لعيالي في التحويلات بتاعة المدرسة، فرحت جبتها. انا دلوقتي بسجل لكم الساعة 6 الصبح عشان لسه هطلع من عندي من العاشر، هسافر المنصورة، ومن المنصورة اركب حاجة توديني جمصة عشان ليا عربية هناك في مرور جمصة في الشونة بتاع الجمصة. هروح اخدها. كانت في بيت العيلة وخرجوها ودلقوا عليها مذيب دهان عشان تبوظ، الدهان بتاعها يبوظ، ودلقوا عليها وكسروا لي الاكسدامين وكسروا لي الاربع فوانيس فيها ورموها في الشارع، الابواب مفتوحة عشان تبقى عربية متروكة الاربع ابواب. وخدوا منها السندات بتاعت الكراسي بتاعت الراس دي، وكسروا يعتبر التابلو بتاعها، فدمروها. بصراحة كنت انا رحت شفتها عشان شايلين من عليها اللوح كمان، فتعتبر متروكة مجهولة. فروحت خدت الرخص بتاعتها وطلعت على المرور وكده. المهم خلصت حاجات في المرور بتاع المنصورة، بعد كده طلعت على جمصة، رفعت طبعا بصمة. بعد كده رحت هي مرور الأميرية، شوفوا بقى منصورة جمصة أميرية لفيت على محافظات يعني وجه بحري، والله ومش بحري يعني القاهرة. بس فروحت القاهرة، عملت برضو الورق اللي يخصها عشان اطلع شهادة بيانات، وطبعا ما كانتش مدفوع ضرايبها. لقيت معمول قضية في النيابة بتاعة المرور عشان ان انا ما جددتش يعني وكده، فاضطريت ان انا اروح اجدد. بس مش هجدد، دفعت الضرايب بتاعتها عشان يطلع لي شهادة البيانات، فطلع لي شهادة البيانات فخدتها ورحت بقى، رحت بيها المنصورة تاني. بعد ما رحت بيها المنصورة تاني طبعا قعدت امشي في اجراءات عشان اخلصها عشان اطلع مذكرة افراج. الحمد لله عملوها لي. المفترض ان انا دلوقتي اخلص تسجيل واقوم طالعة على جمصة بقى على طول ان شاء الله. اجيب ونش واجيبها على الونش واجي. هي طبعا ما بتمشيش اصلا. المكنة فتحوها ورموا فيها تراب، الرادياتير فتحوه ورموا فيه تراب، جوه قلبه يعني تراب، وجوه قلب المكنة تراب، وواخدين البطارية. فتيجوا تبصوا هي خلاص هي عبارة عن هيكل، فلسه بقى مش عارفة هعمل فيها ايه. بس طبعا مش هقدر ان انا امد ايدي في تصليح اصلا دلوقتي خالص، ولا ان انا اعمل فيها حاجة دلوقتي خالص. لسه هروح واشوف الدنيا فيها ايه واشوف ممكن اعمل ايه ليها اني اوقفها. في حد قال لي اعملي ليها نموذج 105، فمش عارفة لسه نموذج 105 ده يتعمل ازاي. فهشوفه كده ويا مسهل الحال، ربنا كريم يعني. لان بصراحة بهدلة جامدة حوار العربية ده. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا انا نظفت حوالين ترابيزة السفرة وعملتها، و
انا بنزلها لوحدي، هي تقيلة على فكرة، مش خفيفة، تقيلة جدا مش خفيفة. بس ما بعرفش اشيلها مع حد. انا خدت ان انا بشيلها كده، وبرضو بحطها لوحدي لان عادات اتعودت على كده. بنتي في درس، بنتي مش فاضية حاجة، ما ببقاش انا قاعدة رابطة نفسي بيها. انا بتعامل وبنزلها وبشيل قرص الترابيزة وببدأ انضفها ولوحدي وعادي جدا. بس وكنت هناك في المنصورة كنت بجيب، كان المفترض ان بنتي الملف بتاعها، جيت قلت لهم انا استلمه في ايدي، قالوا لي لا، الملف عشان نبعته لازم من مدرسة لمدرسة، ادينا عنوان المدرسة واحنا هنبعته. بعته اول مرة طبعا، بعت فيه الملف منفعش، قال لي معرفناش نستدل على العنوان. فقلت له طب ابعته تاني، طبعا بعتينه متقدرين، سحبوا شهادة البنت منها، شهادة تانية ابتدائي. يا جماعة عايزة الشهادة يا جماعة، قالوا لي خلاص احنا عملنا التحويل الالكتروني، انت ملكيش اي حاجة في المدرسة عندنا، روحي الإدارة. بلد صعبة قوي. رحت بتاع ده، قلت لهم يعني مش هينفع تبعتوها؟ قالوا لي لا خلاص احنا مش هنعمل حاجة. بعت صاحبتي عشان خاطر تجيب لي الملف من هناك، مش الملف، الشهادة، ما رضيوش يدوها حاجة. اضطريت ان انا اروح الاداره. الاداره اصلا قالت لي المدرسه ما سلمتش نتائج تانية ابتدائي لينا. قلت لهم طب والحل؟ قالوا لي تجيبي الدرجات. قلت لهم هما بيقولوا لي مالكيش شهاده عندنا، ما فيش شهاده اصلا. قالوا لي طب هما كتبوا لك ايه في النقل، في الورق بتاع النقل؟ قلت لهم كتبوا لي ان هي منقوله من الصف التاني للصف التالت. قالوا لي طب الدرجات، انا خايف ان انت تروحي يقولوا لك الدرجات. قلت له لا، اعمل لي بس بيان النجاح ده، وان هي ناجحه وان هي منقوله واحتمالي ختم النسر وربنا ييسر. بصراحه هنا متساهلين جدا عن هناك. عمل لي، اتصلت بالمدرس هنا في المدرسه بتاعت بنتي، قالوا ازاي حضرتك دلوقتي الوضع كذا 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 كذا. قال لي بس ما فيش درجات يعني؟ قلت له لا. قال لي طب مكتوب ايه؟ قلت له مكتوب ان هي ناجحه ومنقوله من الصف التاني الابتدائي للصف التالت الابتدائي. قال لي خلاص مختومه ختم النسر على كده؟ قلت له اه مختومه ختم النسر على كده. قال لي بس خلاص يبقى تمام، ما تتكلميش بقى معاهم، وهاتي الورق على كده وخلاص. ربنا يكرمه بصراحه. فعملت كده وقد كان، ولميت الورق بتاع البنت كده، الورق خلاص جاهز ان شاء الله. وجبت التحويل الالكتروني بتاع ابني اللي في اولى اعدادي. المفروض ان انا هاخد بقى الحاجات دي وابدا ان انا اطلع بيها على المدارس هنا، اسلم الملفات بتاعتهم، عشان برضو كده يبقى خلاص الملفين بتاعهم هما الاتنين خلص، لان هما مدرستهم واحدة، هي تعليم اساسي، فكيجي ابتدائي اعدادي، فالاتنين مع بعض. فاروح اسلم بقى الملفين ويبقى خلاص كده حوار المدارس كله اتقفل الحمد لله وخلص. هنزل ان شاء الله بعد ما اسجل الفيديو ده اجيب العربية، يبقى حوار برضو العربية خلص، يبقى كل حواراتي ما بين هنا ومرور الاميرية انا والقاهرة، ما فيش بقى المنصورة في النص ان شاء الله. فهعملها، ويا رب يعني يكون عشمي عشم خير ان ما يبقاش في منصورة في النص، وابقى خلصت على كده. دي بنتي اللي في تالتة ابتدائي عسولة. هنا قلت ارتب البار من جوه. ابتديت الكتب القديمة هبقى اشوف حد محتاجها، بصراحة خسارة ان هي تترمي. قلت اشوف حد محتاجها وابقى اديها له، حرام ان يترموا كده من غير ما حد يستغلهم. كتب عيالي بيحافظوا عليها ونضيفة ومش بيشخبطوا ومش بيبهدلوا كده. ودي كتب دينية برضو بلمها احطها على جنب. وبلم الالعاب، ده بسكتات الالعاب بتاعت بنتي، ده غير طبعا على الروف فوق ايه. بس قلت لها اللي انتي هتلعبي بيهم جيبيهم حطيهم في الباسكتات دي. قلت لها واللي انتي مش هتحتاجيه سيبيه فوق على الروف احسن. ففعلا لمت في الباسكت دي شوية مكعبات ولعب وكده، والباسكت التانية وسابت الباقي، وبرضو جابت شوية دباديب، وسابت بقى الكراتين فوق مليانة بصراحة.
دي المقالم بتاعتهم، دي هي مخصصة للألوان، بتحط فيها الألوان مشاغبة بس جميلة. أي سبحان الله، أنا كان أصلا تفكيري إن أنا أجيب اتنين بس وخلاص، وكان تفكير الولد والبنت، وجي بابا هو اللي كان عايز يجيب تالت، بس اللي أنا عرفته من العيلة إن هو كان عايز يجيب التالت عشان يجيب ولد ويسميه جمال على اسم بابا، عشان بابا كان لسه متوفي. وانا ما كنتش اعرف. هو قاعد يقول لي لا الاولاد عزوة ويبقى في اولاد في البيت وكده، ولا عايزين مع ان احنا كنا متفقين على اتنين. قلت له ما احنا خلاص جبنا والحمد لله ربنا رزقنا بالولد ورزقنا بالبنت، مش محتاجين حاجة تاني، الحمد لله فضل ونعمة من الله. قال لي لا مرة كمان وخلاص. جبنا جاسمين، بصوا يعني والله النعمة بعينها، هي الونس. بص بقى، يعني البنت الكبيرة في أولى ثانوي بتبقى الدروس والمذاكرة، وياسين برضو في أولى إعدادي الدروس والمذاكرة. دي بقى اللي قاعدة عاملة زي البيبي، كل شوية تطبطب عليا، تبوسني، تحضني، تيجي جنبي. والكبار نفس الحكاية، بس عارفين ان ايه، يا سبحان الله الصغير بيبقى ايه، ليه حنية كده خاصة فيه، يعني حنية خاصة فيه هو، مش انا اللي بحن عليه حنية خاصة، لا هي اللي بتحن عليا. هي تحسي ايديها الصغننة دي بتبقى ايه، حنينة كده، بتطبطب كده، غير الكبار. فيا سبحان الله، يعني الحاجة اللي انتم ممكن تبقوا في يوم من الايام بتقولوا كفاية الحمد لله، دي نعمة ربنا اداني دول وخلاص وكفاية على كده، ما تتفاجئي ان اللي انت كنت بتقولي كان كفاية، يبقى دوت الحاجة الونس والنعمة عليكي يعني. الحمد لله. يعني هنا هي اللي كانت معايا واخواتها كانوا في الدروس وهي قاعدة معايا، محتاجة حاجة بسيطة كده تساعدني فيها. ده خرطوم الغسالة، غسالة الأطباق. أنا لما الغسالة عطلت شلت الخرطوم، قلت يمكن طويل عامل نواج، فمسبب ان الغسالة ما بتسحبش مية. قوة السحب بتاعت الرشاشات مش قوية عشان في نواج، بس هي بتسحب مية كويس. فقلت طب اعمل كده، عملت، بس بصراحة لقيت الوضع برضو في حاجة غلط، فقلت اغير الخرطوم. غيرته، بعد ما غيرته لقيت المشكلة ما زالت موجودة، وان الرشاشات ما بتلفش. بس في حد في التعليقات ربنا يصلح حالها يا رب، قالت لي شوفي الواير بتاع الغسالة بتاع الرشاشات. فان شاء الله هجيب حد من الشركة ويشوف وان شاء الله اشوف الموضوع ده، بس اخلص بس من حاجة. يعني اخواتي بيسألوني عملتيها برضو، قلت لهم بس اخلص من النقل واخلص من العربية، وان شاء الله اشوف موضوع الغسالة. والله العظيم بتكلم ومن كتر الاجهاد دوخة، يعني رغم ان انا هنزل بس دماغي فيها دوخة فظيعة، مش عارفة اعمل فيها ايه. ومن امبارح مسكاني لدرجة ان انا وانا ماشية في الشارع والله العظيم اتكفيت على جنبي، نمت على جنبي في الارض. الكافية طبعا كانت جامدة، على فجأة قمت ما حسيتش بالوجع غير لما جيت الوجع واخد جنبي كله، كتافي جنبي، كأن العظم، كأن في عظم حوالين الكلية، بس معرفش هو فيه ولا لأ، بس كأن عظم الحوض وجعني جدا، بما فيها جنب الركبة، بما فيها رجلي. لا وقعت وقعة جامدة قوي، مش عارفة في ايه بصراحة، بس ربنا كريم وحسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يصعب على اللي بيصعب علينا عيشتنا، يصعب عليه عيشته، ويصعب عليه طلوع روحه، ويصعب عليه حسابه.
ويصعب عليه يعني تع- تعديته على الصراط ان شاء الله بإذن الله. لان فعلا فعلا يعني حسبي الله ونعم الوكيل. واحد اصلا تعبان بالاولاد وتعبان باللي هو فيه، فمش مستحمل ان حد يجي يصعب عليه عيشته اكتر ما هي تقيلة. معلش بقى، فيديو شكله فيديو نكد اصلا، معلش. الحمد لله. هنا بلم الحاجة. هنا لميت الحاجات اللي هتتحط في البار، اللعب والحاجات اللي ملهاش لازمة طلعت وكده، وقلت انا انفض الحافظات برا. هنا بنتي جابت لي اشرب، ربنا يهديها ويحافظ عليها يا رب ويحميها لي ويبارك لي فيها هي واخواتها يا رب. بس هبدأ اكنس والم الحاجة. اهو هبدأ بقى الم كل الاكياس بلمها عشان استخدمها تبقى معايا بصراحة. والحاجات اللي ملهاش لازمة بلمها في الباسكت يعني، او في كيسة قديمة بمعنى اصح، يعني مش باسكت لان انا هفضي الباسكتات كلها. معلش لو عكننت عليكم او الفيديو اصلا صوتي فيه متضايق، بس فعلا يعني اليومين صعبين جدا بصراحة ومجهدين جدا جدا عليا. ده غير التوتر ان انا ببقى سايبة الاولاد لوحدها، ان هم قاعدين لوحدهم وانا بخلص الحاجة، وان هم متسابين طول اليوم. يعني انا امبارح مروحة متأخر على ما خلصت حاجات المرور وخلصت حاجات الاولاد. كان في ورق مع واحدة صاحبتي خلصتهولي، هند الله يكرمها، فروحت لها جبت منها الورق، وبصراحة قالت لي اقعدي طيب اشربي حاجة وريحي كده شوية. فقعدت معاه شوية، فرجعت طبعا متأخر شوية كده. هو ابتديت الم اللي كان في الباسكت رميته، وابتديت افرز الحاجة. الاكياس خلتها، غير الاكياس رميتها بصراحة. في اكياس مقطعة رميتها، الاكياس السليمة بس اللي خدتها. ولا قعدت بصوا عادي جوزاء، هتلاقوني بنكت حبة وبضحك حبة ودنيا ايه. التعب جاب اخره معايا، قعدت ريحت، ما فيش مشكلة بالنسبة لي. فرشت في الارض مرة واحدة. الواحد والله يعني ما بيحبش يدخل في مود نكد كتير، بيحاول على قد ما يقدر يخرج منه. لان لا الواحد بقى مستحمل يعيش في نكد، ولا الواحد بصراحة الناس اللي حواليه ليهم ذنب. فاللي هو ايه، الواحد بيحاول يحط جواه ويسكت معظم الوقت، بس يعني لما بيشد بيه قوي بيبدأ ان هو ايه يفضفض شوية. غير كده بصراحة الواحد على قد ما يقدر بيحاول ان هو ايه ما يشيلش اللي حواليه همه. يمكن انا بفضفض هنا عن في الحقيقة كتير. آه وعلى فكرة انا مش مدخلة حد من قرايبي في القناة خالص خالص، ولا اصدقاء ولا اي حاجة. آه محدش يعرف ان انا عاملة قناة بنزل عليها حاجة. انا بنزل مع نفسي ولوحدي ولنفسي، ما عرفتش حد بصراحة حاجة علشان اتكلم براحتي. يعني لما احب افضفض معاكم ابقى بفضفض بحرية، ما بقاش شايله هم ان حد يعرف مشكلة عندي، ازمة عندي. انا
ما بحبش حد من قرايبي يشيل الهم، او حد من قرايبي يشمت، او حد من قرايبي يعرف حاجة مثلا وانا مش عايزة اعرفه عنها حاجة. فانا القناة هنا فعلا فعلا مفيش واحد فيها قرايب خالص. هنا اهو، ده الغسيل اللي لميته من الحاجة. قاعدة باخد حبة بحبة. الفيديو الجاي هيبقى فيه فيديو غسيل ونشر وكده ان شاء الله مجهزاه انا. بس ربنا كريم يا رب، افضى بس امنتجه. وقولوا لي في التعليقات لو تحبوا ان انا اعمل وصفات وكده وانزلها لكم. يعني تبقى طبخ وروتينات وكده، انزل واعمل لكم برضو. يبقى تجديد وتغيير، اللي حابب يشوف وصفات اكل، اللي حابب يشوف تخليل وصفات تخزينات اي حاجة تبقى موجودة برضو معانا في القناة. والروتينات تبقى موجودة معانا في القناة. قولوا لي ايه الاحسن وايه الاكتر اللي انتوا عايزينه. يعني الاكتر يبقى روتينات ولا وصفات اكل، او ننزل ده وده ونشوف، واللي يعجبكم تقولوا لي. في الاول طبعا هنزل لكم ده وده، واللي هلاقي منكم اقبال عليه وان انتم متابعينه وان انتم حابين تشوفوه اكتر هنزله لكم. هنا كان الاولاد لما كنت مطلعه حاجات المطبخ كلها بره، كان من ضمنهم الكاتل، فكانوا حاطين بقى الكاتل في الحته دي، ومع الكاتل السكر والشاي والنسكافيه والكلام ده كله. طبعا سكر كان واقع عشان كده كنت قاعده بدعك فيه. شاي طبعا مع السكر كان عسل كان عسل. العساسيل ولاد الجمال دول يعني يا ربنا يحميهم يا رب. فكان تلزيق السنين. طبعا قلت لهم ايه اللي انتوا كنتوا عاملينه ده؟ احنا وقعنا حاجة؟ لا يا ماما، هو اللي كان بيقع. معرفش هو كان بيقع ده يعني ايه. هو ما زار السكر كان بينط من الكيس او من العلبة. ربنا يهديهم يا رب. فكانوا حاطين الحاجة هنا وكانوا بيستخدموها، فقعدت طبعا عملتها. والمراية على فكرة ما جبتش وانا بعملها، بس المراية عشان بقعد ارفع ايدي واعمل فايه ما جبتش بصراحة المراية. بس المراية انا عملتها ببريل وكربونات وملح ليمون، بلمع بيها بفوطة ناعمة عشان ما تتجرح. وبعد كده بمسك الممسحة الصغيرة بتاعت المرايات، بقوم سحبة بيها الصابون، ولمع بقى بجرنان. انا على قديمه على قديمه قوي الجرنان. والنيش برضو بعمل فيه كده وينزل على الارض وامسحه. والبار على فكرة عملت فيه كده، بس برضو ما جاش بقى وانا بعمل المراية، ما صورتش وخدت ازاز البار معايا والنيش، فالحتة دي ما جاتش. بس انا بقول لكم انا بعمل ايه. وبيبقى معايا الجرنان ألمع بيه، ازاز النيش بلمع بيه بالجرانين، ازاز المرايات بالجرانين، البار بالجرانين. هي دي الجرانين يعني بصراحة اللي بتلمع. غير كده ما بحسش ان في حاجة بتلمع. انا بقول لكم على قديمه قوي يعني. كانوا قالوا لي مش عارفة حتة سلكة ناعمة واعملي بيها هتلاقي الازاز بيبرق ومش جربت برضو. لا، هي الجرنان سلكة الناعمة بصراحة تنزل اي حاجة. بس برضو التبصيمة علامة كده حاجة، لا الجرنان. دي تلاجة ماما كانت في الشقة وبعتتها مع الحاجات اللي انا كنت وريتها لكم الفيديو اللي فات. انا عندي التلاجة فيها مشكلة، بتعمل تلج. هي مفروض ان هي نفرست، فبتعمل تلج. مش عارفة ده عيب مروحة ولا عيب ايه فيها، مسدودة، فبتعمل تلج. والتلج اللي معمول دوت النص التحتاني ما بيشتغلش. يعني هي شغالة الفريزر شغال تلاجة مش فريزر، هو يدوبك بيسقع بس في تلج. والتلاجة شغالة دولاب للبقوليات، يعني مش شغالة أصلا وما بحطش فيها حاجة. فهو بصراحة جابت حاجة النقل وكده، فجابت من ضمنهم التلاجة، قالت لي جربيها.
جيت اجربها لقيتها مش شغاله. هي بتقولي ترموستات، قالت لي جيب الراجل يشغلها لك وانا اديكي حق تصليح الترموستات بصراحه. فمش عارفه لسه هعملها ولا لا، بس قلت اللي يخليني اصلحها اصلح تلاجتي، بس ربنا بس يسهل ويتوفر معايا فلوس، لان انا بصراحه الفلوس راحه في العربيه وكده، فربنا كريم يا رب. فابقى اصلحها، فاول ما اصلحها ان شاء الله هعملها، هعملها تلاجة. قلت لو كده واحدة احطها في البلكونة، ودي احتمال تبقى النو فروست عشان اي مية تنزل منها، عشان النو فروست ما بينزلش مية، انما دي ادية القديمة بتنزل مية وبتعمل تلج وكل حاجة، مفيش فيها اي ازمة. قلت لو كده دي احطها في المطبخ، بحيث ان هي برضو هتبقى جنب البوتاجاز، فاي صهد اي حاجة حتى لو باظت مع الوقت مش مشكلة. انما التانية بصراحة هتبقى ازمة ومشكلة لو الموتور باظ. بس فقلت استخدم دي في المطبخ، اني بس احط فيها الاكل واحط فيها الحاجة. هي تسقيعها كان حلو جدا، بس يا رب تشتغل بصراحة. فقلت هعملها واخليها في التلاجة لحطتني الاكل، والنفرست هحطها في البلكونة. كده كده عندي ستارة ووتر بروف، فبتحمي من الشمس وبتحمي من الجو يعني، فهتبقى محطوطة امان بصراحة. واحنا كده كده مفيش شتاء اصلا في العاشر، نادرا لما الدنيا بتشتي هناك، لان هي تعتبر منطقة صحراوية، فمفيش شتاء كتير. فانا هحط ان شاء الله التلاجة النفرست هي اللي في البلكونة، ودي هحطها في المطبخ، لان حرارة البوتاجاز بصراحة بتسخن جنب التلاجة جدا، فبتخلي في قلة تكافؤ. آه، بتبقى الكفاءة يعني بتاعتها في التبريد مش حلوة. معلش لو حاسين ان صوتي تعبان او مجهد، معلش لو الفيديو مش زي كل مرة بصراحة، معلش معلش انا اسفة ليكوا والله، بس فعلا فعلا انا تعبانة، تعبانة نفسيا وتعبانة جسمانيا، وحاسة ان لساني تقيل. مش عارفة، ربنا يستر يا رب. مش عارفة ضغطي عالي ولا انا مجهدة، من لسه مش عارفة بصراحة. هقدر اعرف مع بقية اليوم. بس هنا انا مسحت زي ما انتم شايفين كده بالمية والصابون، زي ما مسحت الصالون. بحب انا اوي او معاملة بالمية والصالون. مش بقول لكم مهنجة، اقسم بالله مهنجة. بقول لكم بالمية والصالون. بحب اعمل بالمية والصابون الاول عشان السيراميك يبقى نضيف نضيف بصراحة. بعد كده بقى بجيب الماب وابدأ ان انا اعمل بيها الموب دي بقى، واعمل بيها بس وبلم بيها كده زي ما انتم شايفين. وابدأ بعد كده بقى افرش بعد ما الم. ادعولي ادعولي ربنا يهون عليا الفترة دي والله. ادعولي ربنا يهونها عليا، ادعولي ربنا يسهل لي ويكرمني، ادعولي ان القناة تكبر وتبقى مصدر دخل ليا وللأولاد، تساعدني في مشق الحياة بصراحة. ادعولي. بس زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا افرش سجاد. انا عندي 2 زي بعض، دول اللي حطاهم ظاهرين، والتالتة ديت مختلفة يعني. دول كان اخويا جابهم لي بصراحة مع بعض مرة واحدة، ودي كانت عندي، فبحطها لجوه كده كده مش بتبقى ظاهرة، وحاطة الظاهر اللي يخش يلاقي المكان كله مع بعضه زي بعض. فعملتها كده، وهبدأ بقى ان انا احط السفرة. بصوا بقى انا هحط السفرة لوحدي،
وهركب القرص لوحدي. الحمد لله والله العظيم. بصوا، ما تعتمدوش على حد، وحاولوا تعملوا كل حاجتكم بنفسكم. والله 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 ربنا افضل معين. هتلاقوا ربنا بيكبر بخاطركم وبيكرمكم، وفعلا ايده على ايدكم. هتلاقوا نفسكم بتعملوا الحاجة وبتنفع وتمام ومفيش مشكلة. هنا انا بشوف الحد اللي هتخش في الايدين دي فين، عشان تبقى في اقرب مسافة، عشان اقدر اتحكم فيها بعد كده. اهو بصوا، رفعت القرص سندته على المقاعد. بعد كده ببدأ ان انا ابص واتعشق بقى. اهو هنا فرشت المفرش، وابتديت ان انا اجيب في الكراسي. هنا كنا بنشوف اني مفرش هنحطه كده اتفرشت اهي. هبدأ بقى ان انا اقفل الشقة. هنا كنت مقفلة الصالون اهو، كنت نزلت لكم الفيديو بتاع الصالون. لو كده الجديد بقى يروح يشوفوا ان شاء الله يعجبوا احسن من ده بكتير. انا حاسه ان انا نكدت عليكم، وحاسه ان انا مجهده، وحاسه ان انا دوشتكم بمشاكلي. اسفه والله، يعني حاسه ان انا قدرتكم في الفيديو ده. معلش. ده كوفي كورنر حطيته فوق التلاجة اهو. كده بوريكم الريسبشن كله بقى عامل ازاي اهو. الحمد لله كده كنت خلصته وقفلته. هو الريسبشن عندي مجهد بصراحة. اكتر مكان اول ما بخلصه بحس ان انا كده خلاص ارتحت، لانه ما شاء الله اللهم بارك كبير. فكده خلاص عملنا الروتين ده. يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم وارضائكم. وما تنسوش اللايك الجميل زيكم، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس. وربنا يديمنا على وش بعض، ويديمنا خير في حياة بعض، وتبقوا المنفس الجميل ليا في الحياة بتعليقاتكم وبجمالكم وبأسلوبكم الراقي. ربنا يجعلنا يا رب دايما على وش بعض. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.